الا خبره. ترى يعني احنا لما جينا استلمنا السلطه كمعارضه، احنا مقاولين تفليش جينا. احنا طول عمرنا نشتغل بالمعارضه. بقيتوا بعقليه المعارضه؟ جلال الف رحمه على روحه قال بابا انا 40 سنه اخالف القانون، سيدني بيوم نلتزم به، نعطونا مجال. اي والله. فالى ان العقليه الثأريه مو بناء دوله، جاي انا دا انتقم، زين هو اللي ينتقم من ابن دوله لو يريد بس يقتل الاخر. تهجروا العلماء، انقتلوا الطيارين، انهارت القوى الامنيه، واحنا كيفنا دين جينا للسلطه. اخذوا الدوله من عندنا الاسرائيليين والامريكان، انطونا السلطه. لا بالضبط مثل لما تجي طفل شايل شيء ثمين تاخذه من عنده وتعطيه كليته. يكيف لو ما يكيف؟ كيف. احنا هالشكل طولنا السلطه، كيفنا ونقتل من يقول لا، ونقصي من يقول لا، ونفسنا عن كل احقادنا والامنا ومشاكلنا، شعبنا عقده بالسجن طلعناها، الجوع نفسنا عنه، الظلم اللي كنا نعاني سوينا اتعس من عند ردود افعال. اما تقول لي دوله، راح اقول لك يا دوله والله أنا دكتور كل شيء ما اعرف. انا بهذا الموقف احييك على صراحتك، وبنفس الوقت لازم احاسبك. طبعا ليش واحنا بعيدين عن المحاسبه يعني؟ وينها؟ سياتي اليوم الذي نحاسب فيه قريبا، اذا تغيرت السياسه الدوليه باتجاه استقرار العراق واعاده بنائه، اكيد راح نحاسب. بايدن يغير؟ لا.